ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في العظمة الحلوة الجميلة دي؟ غدا بسيط وسهل جدا جدا جدا، وكلنا كده بسم الله ما شاء الله. ده محشي كرنب، شايفين اهو. معايا محشي هنا بتنجان، تمام اهو. شايفين البتنجانة مفلفلة كده، والرز بتاعها مفلفل بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعايا البطاية الجميلة الحلوة اللي احنا عاملينها، العظمة الجميلة دي. تعالوا كده نبدأ كده ونسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونشوف النهاردة احنا عاملين العظمة الجميلة الحلوة دي ازاي. اذكروا الله وقولوا لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالوا كده نبدأ ونسمي بسم الله. الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. ربنا يا رب يعود علينا كده الأيام دي بخير وبصحة وبسعادة علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة كده معانا روتين يوم الجمعة، روتين سهل كده وبسيط. هنعمل مع بعض غدينا، غدا سهل. معاكي ايه يا مامونة كده؟ انت داخله كده ايه على طول كده في الفيديو. هنسمي بالله ونصلي على رسول الله، واللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهارده غدا سهل وبسيط وسريع، أكلة بسيطة جدا جدا والكل بيعملها، مش افتكاسة ولا أي حاجة. طبعا احنا كلنا ستات بيوت بسم الله ما شاء الله. معايا النهارده بطاية، شايفين بسم الله بسم الله. معايا البطاية ديت هنعمل لها حشوة بسيطة جدا جدا، وكله على البارد. مش هعمل حشوة يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، يعني هشوحها. لا، انا هعملها على البارد. معايا كوباية رز، معايا كوباية من الرز المصري مغسولة، وخرطت عليها بصلاية زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو. هنزل عليها بمعلقة كده من الجرفة، جرفة يا مامونا على البط. طبعا جربوها كده وقولوا لي ايه رأيكم فيها. نزلت كده بمعلقة من الجرفة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل عليها فلفل أسمر. طبعا الحشوة كلها على البارد، ماشي تمام. معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الجرفة، وهنزل ببهارات لحمة. تمام، ادي معلقة من بهارات اللحمة، كله على البارد. هتحشي بيها البطايه ديت وهتاكلي احلى حشوه ممكن تجربيها. طبعا البطايه بتاعتي كويسه. نزلت كده بمعلقه من الزيت، تمام. وهقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب يجعل لساني عامر بذكر الله، وقلوبنا كده منوره بنور الله. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيب الله. شايفين لون الرز؟ شايفين؟ يتاكل اكل من غير ما تحشيه. معلقه الجرفه ديت بتفرق في طعم البط. جربيها كده وعلى ضمانتي، والضامن هو الله سبحانه وتعالى. جربيها كده وقولوا لي ايه رايكم فيها. تمام، انا همسك البطايه بتاعتي كده بسم الله. شايفين بطايه مغسوله كويس ومنقعاها كويس جدا جدا، تمام. وهاخد الحشو بتاعتي احشي بيها البطايه بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا غاسله ايدي كويس عشان انا عارفه نفسي بشتغل بايدي، تمام. عايزه تلبسي جلافز في ايدك البسي. انا طبعا دايما عامله حسابي ان انا دايما بشتغل بايدي، وانتوا عارفين كده في الفيديوهات بتاعتي، تمام. ما تمليش البطايه بتاعتك كلها عشان تبقى الرز بتاعك مفلفل. طبعا حطينا على الحشوه زي ما انتوا شفتوا كوبايه رز، معلقه من الزيت. طب الزيت ده يا ماما عشان الرز بتاعك يكون مفلفل وكويس، تمام. وحطيت عليها معلقه بهارات فراخ، بهارات لحمه، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه جرب، تمام لحد كده. وحشينا بيها البطايه. طبعا انت هتسيبي البطايه كده يا ماما؟ لا طبعا، هجيب خله من الاسنان وهنجفل بيها البطايه مع بعض. دي خله السنان اهي، خله السنان العاديه او عصايه الشيش طاووق المتاح عندك اعملي بيه، تمام. انا معايا خله من السنان. هتمسكي كده البطايه اهيت الجلده كده نفسيها بسم الله اهي. او لو عندك ابره وخيط بتاعه مطبخ عادي ممكن تخيطيها، وما تستوي بتشيليها.
انا بصراحه لا، انا بعملها كده بالخليه، ووقت ما بتستوي انا بشيل الخله خالص عادي، وبتبقى تمام. بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله اهيت. بتقفليها عادي خالص خالص خالص. صلوا على النبي كده يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قفلها كويس عشان الحشو بتاع الرز بتاعك ما يطلعش معايا خالص. تمام كده اهي، شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله. تمام. وادي شكل البطايه بتاعتي معايا. تعالوا بقى كده معانا. حشيت البطايه زي ما انتم شايفينها كده. معايا ميه على النار هننزل فيها بالبوكير جرنيه، او معايا بصلايه وطماطمايه. تعالوا كده معايا كده على البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد البطايه بتاعتنا الحلوه دي تغلي معايا كده على النار. وادي البطايه بتاعتنا هننزل فيها كده في الحله بتاعتي. طبعا دي ميه على النار بتغلي. بسم الله اهوت. انزلي بقى فيها كده بالبطايه بتاعتك. تمام خلاص. وهنزل عليها ببصلتين محترمين كده او 3 على حسب ما انت عايزه. معايا طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. تمام. وهنزل عليها معايا معلقه من الكمون. بسم الله. ثانيه واحده بس. معايا معلقه من الكمون. وهتنزل عليها تاني ايه يا منى؟ فلفل اسمر. وهنزل عليها معلقه من بهارات اللحمه او الفراخ المتاح عندك. تمام. معلقه. عندك بهارات من اللي هي الخشنه، الورق اللوري، الحبهان، المستكه، القرنفل، اي حاجه هتحطيها. بس انا عندي السبع بهارات، بحط لها نص معلقه كده من السبع بهارات او ربع معلقه، طبعا عشان السبع بهارات طبعا نفاذه. ربع معلقه من السبع بهارات. عندك بهارات خشنه حطي. تمام. ما عندكيش يبقى المتاح مشي نفسك بيه ومش هتقول لا. تمام. ادي معايا البطه بتاعتي كده. بسم الله ما شاء الله. هسيبها كده على البوتاجاز تستوي. وتعالوا مع بعض بقى نعمل محشي. طبعا احنا كلنا عاملين قبل كده تسبيكه المحشي. معايا محشي بتنجان ومعايا محشي كرنب وهنشوفه مع بعض. هغطي بس انا على البطايه كده بتاعتي. تمام. بسم الله. هغطي عليها كده واسيبها وهنشوف مع بعض تسبيكه المحشي. وهنحشي مع بعض النهارده وهنشوف كده اليوم بتاعنا هيمشي ازاي. بعد ما جهزنا خلطه المحشي، طبعا احنا عاملين قبل كده مع بعض الصلصه على القناه، واللي ما شافهاش يرجع للفيديوهات ويشوفها. صلوا على النبي كده يا حبايبي. وادي الخلطه بتاعتي بعد ما عملتها كده مع الرز. وده البتنجان والكوسه اللي هنحشيه مع بعض والفلفل. ومعايا كيس كرنب كان عندي في الفريزر طلعته، قلت هحشيه وهمشي بيه اليوم وهيبقى غدا سهل وبسيط جدا. انا عندي هنا بعمل المحشي اهوت في الصينيه زي ما انتم شايفين. شايفين بسم الله ما شاء الله. احشي كده الكميه بتاعتي وهوريكم بعد ما اخلص كده اوريكم شكلها بيكون ازاي. طبعا كلنا بنعمل المحشي في البيت عادي خالص 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 وسهل وبسيط. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه وصلوا على النبي كتير في الكومنتات. جمعه مباركه وطيبه علينا وعليكم جميعا يا رب. ربنا يا رب يجعلها جمعه خير وشفاء لكل مريض، اللهم امين. تمام. ما تنسوش لايك للفيديو كده وصلوا على النبي كتير كتير في الكومنتات. هحشي الكميه اللي معايا وبعد كده هنشوفها. والبطه بتاعتي استوت على النار، هننزلها وهنشوفها كده مع بعض. وبعد كده هندخلها الفرن تحمر ونشوف شكل الغدا بتاعنا بيكون ازاي. ما تنسوش اللايك يا حبايبي، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل له اشعار بكل فيديو او بوست انا هنزله معاكم الفتره اللي جايه. تمام. محشي الباذنجان كده بعد ما حشيناه بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. وادي الكرنب كده حطينا عليه الشرب عشان نسويه. تمام. وادي المحشي التاني برضو هنسويه زي ما انتم شايفين اهو. خلاص. بتحطي كميه بسيطه جدا، يا دوب تغطي اول رصه كده في الصينيه وبس. وتمام هو كده مظبوط. خلاص اهي. يا دوب الميه تبقى تحت الرصه الاولانيه. وادي محشي الكرنب اهوت يا دوب على اول الرصه خالص. بعد كده بتحطيه على النار عادي وبتسويه. تمام. ادي شكل المحشي بتاعنا النهارده. هنوريه لكم بعد ما يستوي. استوت اهي، بس هنحمرها ونبقى نوريكم شكلها. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وادي شكل المحشي بتاعي بعد ما طلع من الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله.
وده البطايه الجميله بتاعتي. شفتوا التحمير ولا يعني عايزه تضيفي لها حبايه من الطماطم وعصره نص ليمونه وتدهنيها بيها تمام، مش عايزه عادي، انا بطلعها عادي من الحله وبدخلها في في الفرن وبتتحمر وبتبقى تمام وزي العسل. ودي محشي باذنجان والكوسه بتاعنا، شايفين بسم الله ما شاء الله. وادي معانا محشي الكرنب، بسم الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ادي شكل المحشي بتاعنا النهارده، وادي كان شكل غدانا سهل وبسيط وسريع، ويا رب يكون عجبكم. يا رب كده تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه بسيطه من الفيديو. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى ناس، دمتم في حياتي نعمه. ربنا يا رب يصلح حالي وحالكم جميعا. ما تنسوش دعوه ليا من القلب، اوريكم بالمثل ان شاء الله. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا. وادي كان شكل الغدا بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. بحبكم في الله، اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد وعلى يوم وعلى طاعة الله نتقابل يا رب كده في فيديو. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.